السلام عليكم. النهارده بما ان الموضوع شاغل الناس كلها، موضوع القايمه. طيب ايه هي القايمه اصلا؟ هي بتتعمل ليه؟ القايمه دي علشان نضمن حق الزوجه. يعني هو المفروض ده الراجل جايب حاجات والزوجه جايبه حاجات، فليه فين حق الزوجه في كده؟ ما كل واحد ياخد الحاجه اللي هو جابها. اولا مفيش رول معينه في قانون او شرع بتحكم القايمه، كل بيت وليه اتفاقاته، كل جوازه ليها اتفاقاتها كمان، مش كل بيت حتى. يعني مش لازم دي عشان اتجوزت كده يبقى اختها تتجوز نفسها بالظبط. ليه بقى الموضوع القايمه ده بيحفظ حق البنت؟ بيحفظ حقها في ان دلوقتي العريس قال انا هجيب مثلا مهر 200,000 جنيه، العروسه ليها مؤخر لازم تاخد منه 50,000، يبقى كده فاضل 150. 150 المفروض يديها ده باقي مهر العروسه. يقول لا، انا بدل ما هديكي فلوس هجيب اوضه النوم وهجيب اوضه السفره وهجيب مش عارف ايه وهجيب مش عارف ايه بتمن ال150,000. فيجي ابو العروسه يقول خلاص انا هجيب التلاجة والغساله والبوتاجاز. كده الشقه كلها كملت، بس كملت العريس دفع من جيبه حاجات وابو العروسه دفع حاجات. طيب ما العروسه تاخد الحاجات اللي ابوها جابها؟ لا بقى، العريس في الاول جاب الحاجات ديت بانها مهر. المهر ممكن يتجاب اي حاجه، مش شرط فلوس. جاء لا قدر الله، وده اللي احنا هنتكلم فيه في الاخر، جاء حصل مشكله وما حصلش اتفاق، فدلوقتي العروسه ايه حقها؟ حقها ان هي تاخد المهر بتاعها. المهر بتاعها اللي هو ال50 المؤخر وال150 اللي هي ذهب ودولاب سفره نيش مش عارف ايه، مع الحاجات اللي ابوها اصلا جابها لها، هي دي بتاعتها. علشان كده بيتكتب القايمه. يبقى الراجل داخل البيت اللي هو الحاجات اللي هو عايش فيها، يعني يعتبر ان هي بتاعت العروسه، مهرها زائد الحاجات اللي ابوها جابها. تمام. ما ينفعش بقى العريس يجي يقول انا هدفع مهر وهجيب ذهب وانا عليا اجيب باقي الحاجه. ما ينفعش بقى ان انا عليا اجيب باقي الحاجه، فخلاص انت مثلا هتجيبي الغساله والبوتاجاز والتلاجة، العريس هيجيب بره بقى عن المهر، هيجيب اوضه النوم والسفره ومش عارف ايه والركنه وباقي الحاجات. ما ينفعش ساعتها ان هي تعمل قايمه، هيتعمل قايمه بالحاجات اللي ابوها بس هو اللي جابها. ده نوع تاني بقى. في نوع تالت ان العريس اللي هم الناس بقى بيتكلموا عليه دلوقتي، ان العريس هو اللي يجيب كل حاجه في البيت، يجيب التلاجة والبوتاجاز والغسالة والاطباق والحلل وكل حاجة وأوضة النوم وأوضة السفرة وأوضة الأنتريه. فطبعا الحاجة لما كانت بتتقسم على العريس أبو العروسة الدنيا كانت بتبقى سهلة شوية، لكن انت دلوقتي هتجيب كل حاجة يا برنس وهتدفع مهر وهتجيب شبكة. فالناس فاكرة ان الموضوع دوت احسن عشان مش هيكون في قايمة، لكن الموضوع دوت بتهيألي هيبقى اصعب وهيبقى حمل كبير على الشاب لما يجي يتجوز. ده من وجهة نظري. طيب اخر حاجة، يعني الخلاصة بقى بتاعت الموضوع، الواحد لما بيجي يشارك حد في فلوس او في شغل عامة بينقي الناس اللي هو هيشاركها، مش بيشارك اي حد كده وخلاص. هو نفس الكلام في الجواز، تنقي البنت اللي انت هتتجوزها وبتنقي اهلها. انت مش بتتجوز بنت لوحدها كده شخص، بتتجوز اهل، والاهل دول هيكونوا معاها، هيقووها على الفساد او هيقووها عليك ان انت تروح الشغل ومش مطمن في البيت. انت سايب حد المفروض يكون هو امين على حاجتك، ولا حد ممكن يغدر بيك بقى في اي وقت. ساعتها مين بقى اللي بيقول؟ الاهل بقى. يقول لها بصي انت روح هات الذهب وخليه عندنا، وروح هاتي مش عارف ايه وهو مره في الشغل نيجي ناخد كل حاجه، وبعد كده بقى نرفع في عصابة بقى. عشان كده الواحد لما يجي يتجوز لازم بينقي الأهل مع البنت اللي هي هيتجوزها. وفي الآخر البيوت مش حرب، عمر ما البيوت كانت حرب ولا هتقوم بحرب. البيوت بتقوم بالمودة، البيوت بتقوم بالمودة والرحمة والتغافر وكل الكلام ده. عمر ما البيوت بتقوم بالحرب والمشدة وانا بقى لازم اكتب عليك المعلقة مش عارف ايه الفلاني. في جوازات بتبوظ عشان خاطر الموضوع القايمة ده. انا بتجوز واحد انا فعلا حرفيا انا شاريه، ونفس الكلام انا شاريها، لكن تتحكم فيا بحاجات تانية فوق طاقتي. لا، وغير كده انا بشوف ناس بيعملوا في القايمة حاجات ما جاتش. ده حرام شرعا ان انت تكتب حاجه كده. التانية دي القايمه هي عباره زي وصل امانه كده، يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين فاكتبوه. فده يعتبر ان هو الحاجات دي زي الامانه كده، فانا هكتبها اكنك انت ايه، مدير مخزن بس هي في البيت بتاعك. فانت دلوقتي عندك مثلا تلاجة وغسالة وبوتاجاز، حاجة دي مش بتاعتك، انت تحافظ عليها علشان لو لا قدر الله حصل مشاكل تبقى كده بالعرف او من غير قايمة ومن غير اي حاجة. مش دي حاجتك، اتفضل خدها.
من غير اي حاجه، ولا بقى ايه اهل العروسه بقى يقولوا لها طب روحي خد الحاجه وبعد كده نعمل له بقى محضر ان الحاجه هو اخدها. يعني دي مش شطاره ان الواحد ياخد حاجه مش من حقه، وان بقى يبقى في افلام ما بين الزوج والزوجه. المفروض هنبني اجيال تنشر الدين، احنا بقى بنجيب الاجيال وهي لسه طالعه عمالين نموت فيها ونعمل تفرقه ما بين الراجل وما بين زوجته، فالاولاد هيضيعوا. فان شاء الله ربنا يجوز كل الشباب اللي مش متجوزه. حلو ان الواحد يجيب حاجته كلها في البيت على قد ما قدرته، دي حاجه جميله جدا، ولكن ما تظلمش برضو بنت الناس معاك. يعني هي برضو دي واحده انا هتجوز، فانا برضو عايز احس ان انا كده عروسه وعندي حاجاتي وبتاع مش عارف ايه. فحاول ما تظلمهاش، هي راضيه واهلها راضيين دوس، هي راضيه لوحدها دوس، لكن برضو ما تظلمهاش معاك. حاول على قد ما تقدر تجيب الحاجه اللي ايه هتحس انها تفرح بيها. ماشي، السلام عليكم.